السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. جول التسديدة، جول 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 جول، هي جول هي جول هي جول جول سيرخيو كاميلو في اللحظات الأخيرة التي يتنفس فيها شوط المباراة الأول قبل إنهائه. يأتي رايو فايكانو الثاني سجل بالله عليك يا كاميلو، الثاني للرايو فايكانو، الثنائية من هذا الفتى سيرخيو كاميلو يتلاعب بدفاعات خطافي ويدون الثاني ويبصم على أن هذا الدربي المدريدي لونه أبيض. الثاني بعد خطأ المرمى الأرجنتيني بالراس، هدف أول في اللقاء لكن فيها تسلل. الراية مرفوعة. ثاني أهداف فريق غرناطة الملغات، وثاني هدف يلغى في هذه المباراة. نعم يروح الثانية بريان زاراغوسا جاء بالثاني لغرناطة في غرناطة. فيها جول هدف أول لمصلحة ريال بيتيس، يسجل من بدري عن طريق إرويبال يسجل الهدف الأول بتمريرة، يتقدم ياغو، سجل جول أول لسيلتا فيغو. التعادل يحضر الآن لمصلحة نادي سيلتا فيغو عن طريق فيها جول سجل سيلتا فيغو، صدمهم نادي سيلتا فيغو في المباريات الأخيرة، والهدف يأتي الآن من علامة الجزاء، يسجل لويس ريوخا أول أهداف هذه المباراة، وضع الكرة قوية أرضية على يسار الحارس البديل أوناي ماريرو لينهي هذه السلسلة السيئة من المباريات التي لعبها تحت ضغط. مرت خطيرة للتعادل، جول سوبيمندي آخر من سجل في شباك هذا الفريق في الموسم قبل الماضي، يعادل النتيجة قبل دقيقة. المحاولة قادمة داخل المنطقة، هذا جول. عندما تسجل الأهداف فصوت الفرح يصبح مسموعا، وبقدر بيبيلو يتقدم هنا ويسجل جول. قفز بفريقه إلى مستويات أعلى، لقد كان إجابة واضحة للعديد. يتقدم من هنا بيبيلو يسجل ويوسع الفرح بتساوي جول. الله، الضربات القاضية تأتي الواحدة والأخرى. محاولة جميلة، هذا جول. إلياس خوماش أسقط الدفاعات أرضا، ثم بعد يمنحهم الانتصار. جول 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 جول، خداها روديجير في البعيد، سجلها روديجير. الريال يسجل براسية والأروع، الريال
واخيرا يصطاد شباك مايوركا، اقتنصها روديجير. هو فريق آلاف يتقدم ويسجل 1-0 في دقيقة و44 ثانية. سانشيز يكتب التاريخ، سانشيز يكتب التاريخ. هذا الجيروني عنيد، هذا الجيروني فنان. جول 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 جول. حقق اللقب ويحقق الجول الآن موراتا. التسلل على الفارو، التسلل على الفارو موراتا. جول 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 جول، اوضح منه ما فماش، جول اظهر منه ما فماش. 1-1. هذه صورة الانطلاق، هذه راس خطيرة جدا. الحارس مرة اولى، والهدف الثاني بعد خطأ قاتل من كوكي، خطأ قاتل من كوكي والهدف الثاني. مش ممكن. الخطأ الأول كان خرج سلامات على اللاعب رودريجو، أو اللاعب 15 عمق أكثر دخول. والهدف الثالث، الهدف الثالث يا جيرونا. 3-3 بليند، الثالث من المدافع بليند. بالكرة الثابتة يمشي، بالكرة المهارية يمشي، بالكرة المرتدة يمشي، على غلاطك يمشي. موراتا 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 موراتا. الكابيتانو الفارو كي جول على طريقة دافيد فيا، على طريقة سانتيان. باس ملا كورة وحتى موراتا. جول 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 جول. ريمونتادا أرجنتينية، ريمونتادا أرجنتينية. قلت لك ركز مع ديبول، ملا السحار ديبول. خطيرة جدا في منطقة الجزاء، والهدف الرابع، والهدف الرابع عن طريق إيفان مارتين، الهدف الرابع عن طريق مارتين. ماذا قلت لكم الجماعة؟ خطيرة خطيرة. 1-0 الميلان، 1-0 لصالح الميلان عن طريق يوفيتش. لوكا يفتح باب التسجيل للديافولو. 1-0 لصالح الميلان. ممتازة الكرة ولا أروع من تيو. يوفيتش على مارتين، يباغت رادونيتش ويفتح باب التسجيل للميلان. خطيرة للميلان، التسديدة وجول جول 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 جول. ولا أروع تيو. هدف ثاني عن طريق تيو هرنانديز وليس يوفيتش يا سادة. ما هذا يا تيو؟ شنو هذا يا تربكة في حين هدف ثالث. خطيرة وهدف ثالث، هدف ثالث لصالح نادي الميلان عن طريق تراوري الإيفواري يسجل ثالث الأهداف. ولا أروع الميلان اليوم، ممتاز جدا الإصرار بالميلان. هدف ثالث، تربكة على مستوى الدفاع، تسديدة أرضية قوية. فرصة للتسديدة، تسديدة وجول، التسديدة وجول. ولا أروع، هدف رائع جدا من لاعب رقم 37 باولو أسي. يباغت الحارس أنطونيو ميرانتي ويذلل لياو لياو لياو، والتسديدة وجول جول 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 جول. رافائيل لياو يسجل الهدف الرابع للميلان. رافائيل لياو يسجل هدف ولا أروع. ممتازة انطلاقاته، اختراقات بالرأس وخطيرة في منطقة الجزاء. الله 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 الله. نار 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 هذا الجول هنا لأصحاب الدار. نار نار يا حبيبي نار. هدف ولا أروع في اللقطة الماضية. أتى القرار في الدقيقة رقم 4. عرضية خطيرة خطيرة خطيرة. جول 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 جول. الله الله الله. إبداع وإمتاع وإقناع من هذا اللاعب. إنه الجميل، إنه الرائع في مباراة الجزاء. ربما الثالث. نعم ثلاثية، هي الثلاثية الواقعية في هذه المباراة. جول في غاية الجمال. نعم، والمحاولة ما زالت تسديد. جول، هدف جميل رغم تأخره. ساجوت كنترول والدفاع. ساجوت
يسجل هدف الأسبقية لكريمونيزي بعد خطأ في الدفاع من يورينتي خصيصا. وهدف أزمون الكرة للوكاكو. لوكاكو في لمسة يغير كل شيء. لوكاكو يعدل النتيجة بعد باولو ديبالا. لاخويا يترجم ركلة الجزاء ويقلب الطاولة على كريمونيزي. روما بتغييرات جوزيه مورينيو في الشوط الثاني، هدفين لهدف بعد 3 معجزات. يونغ دان يستسلم أولا. عرضية ترسل خطيرة تأتي هذه جول. الله ما قبل آسيا، هنا آسيا تنطق في فرنسا، نعم بلسان كوري جنوبي عن طريق لي كانغ إن. تأتي كيليان كيليان راح. الله يبدأ العام الجديد بتسلسل أهداف هذا الفتى، وكأن أهدافه جزءا من تقويم كل عام. نعم اهلا وسهلا بكم يا حبايبي في فيديو جديد ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض مشروب اليوستفندي او مشروب اليوسفي، بديل بقى للمشروبات الغازية، حاجة صحية ولذيذة وطعمها حلو جدا، بديل بقى للفانتا وللشويبس اللي هو اليوسفي اللي بيكون بقى في السوبر ماركت ده. عايزة اقول لكم يعني في الفترة دي اليوستفندي والبرتقال كتير جدا جدا. هنعمل بيه النهارده المشروب اللذيذ ده بكل سهولة وبطعم حلو جدا. وكمان هقولك لو حابة انه يكون فيه طعم الصودا وزيه زي المشروب اللي احنا بنشتريه جاهز، اللي هو بيكون طبعا بيتباع في السوبر ماركت زيه بالظبط، هقولك على طريقة حلوة جدا ليه. اول حاجة كده هنصلي على رسول الله. اليوستفندي بتاعنا او اليوسفي بتاعنا، عايزة اقول لكم ان القشور دي انا مش برميها خالص. كل ما بستخدم برتقان او يوسفي بشيل القشر بتاع اليوسفي ده وبضربه عندي في الخلاط مع ربع كوباية صغيرة خالص من مية الورد، وببتدي ان انا افرده عندي في كيسة واشيله عندي في الفريزر. يا جماله كده مع البسكوت او مع اي كيكة بعملها، بيدي طعم تحفة وكأني بالظبط حاطة فيها يعني برتقان، حتى لو مش في الموسم بتاعه بيبقى موجود عندي طول السنة. فجربوها ان شاء الله هتعجبكم. ضربت بقى العصير بتاعي في الخلاط، وهنا ببتدي ان انا انزل العصير. وطبعا ممكن وانتي بتنزلي كده العصير في الكوبايه بتاعتك تحطي ربع كوبايه من ميه الصودا او ماء الصودا، وبيتباع في اي سوبر ماركت. الازازه مثلا يعني ما تعملش مثلا 10 جنيه او 15 جنيه على حسب حجمها. طريقة بسيطة جدا وسهلة، جربوها ان شاء الله تعجبكم جدا، لانها فعلا حلوة ومغذية جدا وكمان طعمها جميل.